مشاكل وكده، لكن انا باكل عيش لغايه ما ربنا يسهل لي. بس مفيش حاجه في دماغك لسه التسهيلات ربنا دي عامله ازاي؟ نفسي ربنا يكرمني وابطل منها وعارف اشتغل ايه. ايه؟ يعني حاجه ما فيهاش شبهات وخلاص. حاجه ما فيهاش شبهات خالص. ده يعني انا بسمع سعد جديد. لا سعد الصغير، سعد الجديد. كنت بموت ولو تسالني الشغلانه دي حرام ولا مش حرام اقول لك حرام بمنتهى الصراحه. قول تاني كده. لو سالتني الشغلانه دي حرام ولا مش حرام اقول لك حرام. هتقولي لا ده فينا، انا بقول لك انا معتقد بكده. هتقولي طب هتقضي فلوسك فين؟ هقول لك سيبني مع ربنا وانا حاضر. لا ماليش دعوه بفلوسك، وانا اشوف هعمل ايه وانا هعمل ايه. لكن انت دلوقتي مقتنع ان اللي انت بتعمله حرام. حرام. وعايز تبطله. عايز ابطله. مين اللي وصل لك الاحساس ده؟ حد كده. لا حد شيخ صاحبي كده قعد معايا وقال لي خلي بالك كده، حاول تصلح الموضوع دوت، تبعد عنه باي طريقه. وبفضل ربنا كل يوم بقى الدين حديث وبتاع وحاجات كده، وانا حاسس ان الشغلانه اللي يقول له حلال يبقى انا الشيخ هو قايل لي حاجه غلط عايز كده، ماليش دعوه. كل واحد وشيخه. كل واحد وشيخه. انا اللي الراجل اللي معايا قال لي حاول تبعد عن الشغلانه دي وخلاص. طب ايه انا بعمل فيها ايه؟ حرام. بيني وبينك كده لما وقعت في المرض، ربنا ما يوقعك تاني ابدا يا رب، حسيت ان اللي انت عملته هو السبب، او اللي انت بتشتغله واللي انت بتعمله اللي انت شايف دلوقتي ان هو حرام هو السبب في وقوعك؟ لا هو سبب، مش سبب. هو موعظه من ربنا. موعظه؟ موعظه ربنا بيقرص ودنك كده. بص بس دي قرصه كبيره بقى، مش قرصه يعني واحد يحصل له مغص مش عارف ايه ولا ضرس يقول له بص يا ربنا، لكن دي الدكتور بيقول له لو الساعه 6 عدت عليك هيموت يعني. فدي موعظه كبيره قوي قوي بفضل ربنا سبحانه وتعالى. فنفسي ربنا ياخد بايدي يعني يشن من الحته دي، عشان انا تعبان اصلا في الحته دي.